السلام عليكم أصدقائي، أتمنى أن تكونوا بخير. اليوم غادي نشرح لكم واحد الاستراتيجية الخاصة ببناء الذات. كيفاش بناء الذات من الصفر؟ أول حاجة كتكون مازلتي تائه، يعني بعد المدرسة، بعد ما ساليتي القراية، أو بعد ما ربما مكملتيش الدراسة، أو لعدة أسباب. ربما كملتي الدراسة ودخلتي المرحلة ديال الفراغ أو ديال الشوماج. كيفاش غادي دير تبني الذات ديالك؟ كيفاش غادي تبدا من الصفر او من تحت الصفر؟ طريقه اللي غادي نوريك خدمت بها انايا مده بعد ما كنت دزت من نفس المراحل. ممكن انك انت تستعمل هذه الطريقه هذه وتبني بها ذاتك من الصفر. يعني هذه الاستراتيجيه كتعتمد بانه ما عندك لا بيئه مثاليه لا امكانيات، ما عندكش شي افونتاج في حياتك اللي تقدر تبني عليه وتكمل. ما جيتيش لقيتي شي واحد مصايب لك الباركور اللي غادي تدوز منه، وانما غادي تبداها من تحت الصفر. هذه الطريقه هذه فيها مجموعه من المراحل نقدروا نلخصوهم في 5 المراحل المهمه، وغادي نشرحهم لك، وغادي تحط راسك انت في اشمن مرحله كاين ومنين خاصك تبدا. والاغلب ديالنا ربما بدا من المرحله الاولى اللي كتسمى المرحله الصفريه. وهذه المرحله الصفريه باش معروفه بانك كتبدا كتوعى بالذات ديالك وبالواقع. هاد جوج الحوايج خاصك تفهمهم: الوعي بالذات والوعي بالواقع. كتبدا كتفهم ذاتك وكتبدا كتشوف يعني الاحتياجات ديالك، فين خاصك تكون، علاش انت ما عندكش هادي، علاش ما وصلتيش لهادي، علاش تزاديتي هكا، علاش تخلقيتي في هذا الوسط، علاش هذا الواقع داير بحال هكا، علاش عائلتك هي هذه بالضبط اللي عندك، علاش انت تزاديتي مثلا في هذه الظروف زوينه ولا خايبه. هنا كتبدا كتوعى بها، ومن خلال الوعي ديالك بهذه المرحله هذه كتبدا كتحاول دوز للمرحله التاليه. كاين اللي كيوعى بالمرحله ديالو الاولى وكتكون الظروف ديالو اللي تزاد فيها زوينه والواقع اللي تزاد فيه مزيان، الور كيسهل عليه يتخطى هذه المرحله هذه. بينما في الحاله ديال اغلب الناس، نقدر نقول واحد 95% ديال الناس ولا تقريبا كيدوزوا من هذه المرحله هذه. غير والخطر فين كاين هو ما كتعترفش بهذه المرحله هذه، ولا كتكون باقي ما وعيتيش بها. يعني انت كتخبط في المرحله الصفريه وما تجيبش الخبار، وهذه هي اخطر حاجه. اول حاجه خاصك تعرفها، خاصك تقدر هذه المرحله الصفريه. خاصك تحس براسك لانك فعلا انت بظروفك بهذه بحال شاد الزيرو معنق. انت معنق الزيرو، انت والزيرو صحاب، يعني باقيين ما درتي حتى وزه، والمرحله ما تخلع ما والو، كاع دزنا منها الحمد لله، ومساله طبيعيه في الحياه. المهمه المراحل اللي من بعد. اول حاجه خاصك دير شنو هي خاصك تعترف بالحاله ديالك كما هي، بلا ما اوفر ريتد، فهمتي؟ بلا ما تزيد تقدر راسك ولا تعطي راسك شي تقييم كاذب على راسك، تكذب به على راسك. اول حاجه الاعتراف بالحاله ديالك كما هي، ما تكذبش على راسك، فهمتي؟ غتجلس وغتكون صريح مع راسك: انا ما عنديش الفلوس، انا دارنا ما فيتهمش، احنا ما عندناش على قد الحال، انا مثلا درت اخطاء، ما قريتش، ما كملتش الدراسه، انا درت هذه. هاد المسائل كلها خاصك تقبلها. ماشي وقت هاد البكاء، غادي نعاود نحدد اشنو خاصني ندير باش نتفادى هاد الحاله هذه. الا ما عرفتيش بالحاله ديالك وبالخطا ديالك ولا بالاخطاء كانت عن قصد او عن غير قصد او بسبب الوسط كما قلنا، المهم كتوعى بها بانك اخطائك تحطها كما هي، او الاعتراف بالحاله ديالك. نقدر ما نسميوش اخطاء وانما نسميوها الحاله ديالك كما هي، بدون مبالغه او انك تكذب على راسك في شي حاجه. اول حاجه هذه تحديد نقاط ديال الضعف ديالك والفراغات في الشخصيه ديالك. كيفاش انت براسك غدير تحليل للشخصيه ديالك؟ ما غادي تحتاج لا طبيب نفساني لا حتى حاجه، وهذا الشيء كندوي معكم يعني عن تجربه. اول حاجه غتحدد النقاط ديال الضعف اللي عندك والفراغات في الشخصيه ديالك. فهمنا؟ واش انا خجول، واش انا حشومي، واش انا متكبر؟ خاصك تصالح راسك. واش انا ما كنرضاش، واش انا ضعيف الشخصيه، واش انا ما نقدرش نفرض راسي، علاش انا ما كنقدرش نفرض راسي، واش انا مثلا في واحد المجال ما في يديش كنتقمع فيه، والى اخره. يعني مجموعه من الحوايج خاصك تصالح فيها راسك وتحطها بانه 1 2 3 4 هادو نقاط الضعف ديالي وانا معترف بهم وانا مقدرهم وعارفهم. هذه المسألة الأخرى في المرحلة الصفرية هي المسألة الثالثة: التخلص من دور الضحية. شوف، تخلص من دور الضحية. أنا كنقول لكم دزت من هذه المراحل. الضحية: أنا درت اللي عليا، أنا قريت وما خدمتش، أنا خدمت والخدمة ما عطاتنيش، أنا درت، أنا هذه. هذا أكبر خطأ ديرو، وهو كيخليك في هذه المرحلة هذه وكيخليك تلصق أو بيان كدير السبة بشي حاجة خارج يدك. شوف، تقبلها بحال هكا، تقبلها. راه بحال الا زرعتي شي بلاد مثلا وضربتي شويه تماره، وللاسف مثلا جا واحد الفيضان جر لك المحصول ديالك، انت جيتي في الطريق، فهمتي؟ غتقبلها، ما تلعبش دور الضحيه. غادي نوض وغادي نعاود وغادي نخدم وغادي نزرع وغنتوكل على الله ونخدم. الا ما دزتيش من هذه المرحله هذه، خاصك تدوز تخلص من دور الضحيه وتنتقل للدور ديال صاحب القرار. انا صاحب القرار، انا ماشي الظروف هي اللي غتفرض عليا الامور اللي غادي نختار. هذه المرحله مهمه كذلك، حاولوا تعقلوا عليها.
ولا دير شي ورقه وقيدهم، وهذا الشيء قراه كل يوم وبيان تصنت ليه كل يوم لمده واحد الشهر واحد شهرين، وراك غادي تلاحظ الفرق. وهذا الشيء كما كنقول لكم كنعاود من التجربه الشخصيه ديالي ومن كتب علم النفس اللي قريت ومن المراحل ومن التوجيهات على ايد يعني ناس خطيرين في هذا الدومين هذا وعندهم تجربه كبيره في الدومين ودازوا على ايدهم بزاف الناس وحاولوا يلقاو صيغه مشتركه كيفاش يحلوا هذه المشاكل لكل الناس اللي وصلوا لهذه المرحله هذه اللي كنبداو منها كاملين كتسمى المرحله الصفريه. من بعدها غادي ندوزو للمرحله اللي بعد الصفريه، نقدروا نسميوها المرحله واحد. يعني انت دابا بديتي كدوز من الصفر لواحد او المرحله الاولى. اش نسميوها؟ كنسميوها مرحله البناء الداخلي. وهذه مرحله البناء الداخلي فيها القيم والعقل. كيفاش غادي نشرحوها؟ خاصك تزكي القيم الكبرى ديالك، خاصك تاخذ واحد المبادئ كبيره تلتزم بها مهما كلفك الامر. الصدق مثلا في المعامله، ما تكذبش مثلا، تاخذ هذا مبدا. خاصك تعزل واحد على الاقل واحد 3-4 المبادئ تلتزم بهم. مثلا انضباط في المواعيد، مثلا درت مع واحد السيد غنجي معاه في الوقت، هذه مساله معروف بها فلان. انا مثلا طريق معروف بهذه القضيه هذه، الوقت كيجي فيه منضبط معك في الوقت، فيه هذا الالتزام، فيه مثلا الصدق. يعني الا قال لك شي حاجه اعتبرها كاينه، وهذا الشيء كينفع من بعد لانني جربته في التجاره ونفعني مزيان. مثلا الصدق، مثلا الانضباط. مثلا فلان معروف مسؤوليه عول عليه، خونا ناضي مثلا كيقول لك شي واحد شوف خونا غيقضي لك الغرض ناضي كيدير جهده، واخا ما يقضيش الغرض معروف عليك مثلا ناضي. خذ هاد المبادئ هادو، خذ واحد 2-3-4 المبادئ اعتبرهم عندك مقدسين، فهمتي؟ هادو خذهم. هادشي كنقول بالجانب الديني، ولكن حنا كنهضروا معاك يعني في الجانب النفسي واللي عنده علاقه بتطوير الذات. المساله الاخرى اللي كاينه في المرحله اللي قلنا نعتبروها بحال الدرجه الاولى اللي هي سميتها البناء الداخلي، هي القيم والعقل ديالك، تنميه الفكر النقدي والتحليلي. كيفاش غتنمي الفكر النقدي والتحليلي؟ كيميز بها الله الانسان، وهذه ما عندش بزاف الناس، وهي نعمه النقد والتحليل، خصوصا التحليل. ما عرفتش انا في الجامعه اللي دوز مثلا الجامعه ولا شي ايكول ولا هذا، المهم حنا دوزناها. كان عندنا واحد الماتير ديال الاناليز ديال التحليل، خاصه بالتحليل، عندها علاقه بالرياضيات وعندها علاقه بشي امور تطبيقيه اخرى. كيفاش كتاناليزي وتحلل تعرف المشكل فين كاين. ضروري هاد الفكره خاصو يكون عندك. كتحلل، كدير تحليل لحياتك، كدير تحليل الامور ديالك كيفاش غاديه، كدير تحليل هذه علاش فشلت، هذه علاش نجحت، كدير تحليل على الهضره ديال الناس كيفاش هاضرين معاك، كدير تشوف هاد الطريقه هذه كتنفعك في حياتك عموما. شي كتمرض كدير بينك وبين راسك واحد الاناليز راسك، كتعرف شنو عندك. انت ماشي طبيب، ما قريتيش طب، انت ماشي ميكانيك، كدير واحد الاناليز طوموبيلتك كيبان فيها شي ديفو، قبل ما دير الميكانيك بينك وبين نفسك كدير واحد البحث واحد الاناليز، شنو هما الاسباب علاش مثلا وقع هذا المشكل هذا، علاش كتحصر لي ديفو، وكتبدا غادي كتاناليز. من بعد كتبدا تجرب، من بعد كدير تحليل وكتعرف شنو كاين. كيبقاو عندك مثلا غير واحد 3 الحوايج اللي شاك فيها، كون متاكد بانك غطيح في وحده منهم هي الحل. التحليل كما كنقول لكم نعمه كبيره يعطيها لك الله، نعمه كبيره خدم عليها. هذه المساله هذه خذها مني، اعتبرها هبه ميلا ما كانش عندك طورها، لانها تمتع لك، فهمتيني؟ ما كتزادش مع الانسان، ولكن يربي دماغه على التحليل. تفهمنا؟ التحليل ديما تشوف شنو ورا هذه المساله هذه. ندوزو للمساله اخرى باش ما نطولش، القراءه المكثفه والتفكير. شوف، حاول في النهار تقرا 30 دقيقه ديالك. شوف هذه حتى هي قلت لك شي هذه تقدر تزيد على دوك المبادئ ديالك، على القيم، من القيم ديالك ومن المبادئ ديالك انك خاصك تقرا. دير 30 دقيقه في النهار، دير 20 صفحه من اي كتاب المينيموم، دير 20 صفحه كتاب. شوف في اي مجال، الا كان في تطوير الذات احسن، كان في التاريخ احسن، إن كان عنده علاقه مثلا بالوعي المالي ديالك والبناء الثروه احسن. هاد الامور هذه كلها كنصحكم بها. انا بهذه الطريقه وليت مدمن على الكتب، وكيعطيك واحد الدوبامين، واحد المسائل في الشخصيه ديالك. ننصحكم الكتب، فهمتوا؟ كولوا الكتب. ما تقولش هادشي يعطلني على الخدمه، ما يخلينيش نطور راسي، لا العكس، هذاك الشيء كتربح به تجارب اخرى. مساله اخرى هي انك في الاخر خاصك تحط ملاحظات. هذا الشيء راه ماشي عيب، دير في شهر تحط ملاحظات على راسك، على الوعي الذاتي ديالك. شنو هي الحوايج اللي وعيت بها، شنو هي الحوايج اللي وعيت انه عندي مشكل فيها، شنو هي الحوايج اللي هي نقاط القوه ديالي. وهذا الشيء كان سبب في التحسين ديال الحياه ديالي، وتحولت 180 درجه من انسان عاطل الى انسان الحمد لله، فهمتي؟ اللهم لك الحمد. ندوزو للمرحله ونسميوها الدرجه الثالثه. الدرجه الاولى قلنا المساله الاولى هي الصفر، الدرجه اللي بعدها البناء الداخلي. الدرجه نسميوها مثلا المرحله او الدرجه الثانيه من بعد الدرجه الاولى للبناء الداخلي ديالك، القيم والعقل. غندوزو للتحكم في الطاقه والوقت. هذه مساله هي بحال لعب شي ماتش كره، راه ما غاديش تدخل الماتش فيه 45 دقيقه، في 45 دقيقه غتدخل انت في 20 دقيقه الاولى غتحط داك الشيء اللي عندك وغتريحك تطور في عينيك الماتش كامل. الحياه ديالك هكاك خاصها تكون، اليوم ديالك خاصو يكون هكاك، الشهر ديالك خاصو يكون هكاك، العام ديالك خاصو يكون بحال هكاك. علاش؟ خاصك تنظم النوم والغذاء ديالك والرياضه. علاش؟ باش الطاقه ديالك تعرف تستعملها. الا ما كنتيش ناعس مزيان ما غاديش تعطي مزيان، ما غاتمشيش تتريني مزيان.
جربها، كون ما شبعش الناس وسير لاصال وبدا خدام في الحديد وغتشوف. الفشل العضلي غيبدا بالاول. كذلك الماكله ما منظماش ولا قعدتي تخربق فيها، الذات ديالك كتخربق من الداخل، ما كتبقاش عاطيك احسن ما كاين. الدماغ كذلك ما يبقاش عاطيك احسن ما كاين. هذه المساله الاولى. قلنا في التحكم في الطاقه والوقت خاصك تنظم الماكله ديالك، الرياضه، الناس ديالك. شوف الا ما درتيش هادو راك كتخربق. بلا ما تقول لي كنسهر نبقى نفرج في الافلام في السيريات. انا كنوي معاك اذا باغي دير شي حاجه تخلص من التسويف والتشتيت. ما تبقاش ديال انا هاد اللعيبه غنأجلها ما فيا دابا ما يمشي، وانت راه في الداخل ديالك. علاش كنقول خصك تواجدات؟ انت في الداخل ديالك كانت عندي القضيه كنبغي نمشي نقضي شي غرض ولا اداري ولا شي حاجه، خليتها غدا، خليتها السيمانه الجايه، حتى كنصدق ما قاليش، كنصدق مسامح في شحال من حاجه. دابا لا وليت كنمشي لحاجه كنلحق كنقتحمها. عندي واحد الغرض الغد غنوض غنمشي نقضي والدي، واخا انا ما حاماش نمشي نقضي، غنمشي نقضي داك الغرض. هذا هو باش نتفاهموا على المساله. الروتين شوف راه كاين عادي، خاصك دير الروتين ديالك ديال النهار. اعتبره ممل، اعتبره خايب، ولكن النتائج راه غادي تبدا تبان لك. دوز واحد شهرين 3 شهور بهذه الطريقه هذه وغتشوف النتائج عليك مورالمون وفيزيكمون. وقلت هذاك الاكتئاب وداك الشيء غادي ما يبقاش يلقى الوقت. شي ملي غتنظم هذا الشيء الاكتئاب ما يبقاش يلقى الوقت، الملل ما يبقاش يلقى الوقت. جرب هذا الشيء وقول لي واش غيبقى يجيك الاكتئاب ولا الملل ولا قله ما يدار ولا تبقى تطلع في الريلزات ولا غادي تبقى تضيع في الوقت ولا تشاتي ولا الهضره خاويه. المرحله الاخرى اللي بعد المرحله ديال التحكم في الطاقه والوقت هي مرحله بناء المهارات والهويه. هنا هذه المرحله هذه كتبدا كتسمى كتدخل للطاقه صحيح، وهذه هي احسن مرحله. علاش؟ غتختار دومين باغي تمشي فيه. شوف دير ورقه وستيلو، حط واحد 10 15 دومين اللي انت كتحس براسك انهم قراب لك، قراب لقلبك. اختار 5 3 لي دومين. مثلا هذا الشيء اللي درت انا مشيت حطيت، وهاد القضيه قريتها ديجا في كتاب ديال عقليه المليونير، ديجا قريته انا 3 المرات. هاد القضيه مهمه. كيقول لك انت عندك افونتاج في شي حاجه فاهمها مزيان، الا توجهتي فيها وطورتي فيها راسك واستغلتيها باش تكون عندك منها مدخول مادي، غتربح بزاف الوقت. عوض ما غتمشي للدومين انت ما فاهم فيه والو غتبدا فيه ازيرو، غياخذ وقت. اذا بدا من داكشي اللي كتفهم فيه وانت 10 ديك الساعه بدا تكبر في المعارف ديالك. اذا ضروري اختار خذ دير اختيار يكون صحيح. شوف 3 المجالات وصمم على انك غتمشي فيه للنهايه. ما تقولش نبدا فيه شويه ما عجبنيش ديك الهضره، لا، اختار موضوع سير فيه حتى الاخر. من بعد غادي تعلم اي مهاره مرتبطه بهذاك المجال. انا نعطيكم مثال، عفوا نعطيكم مثال. انا مثلا التخصص ديالي الالكترونيك، ياك مشيت حطيت شنو هما الحوايج اللي نقدر نديفلوبي فيهم راسي ويولي عندي منهم مدخول وفي علاقه مع التخصص ديالي اللي كنفهم فيه اللي هو الالكترونيك. اسمحوا لي راه ضربني البرد. شنو هي الحوايج اللي عندها علاقه بالدومين ديالي بالالكترونيك؟ حطيت الاولى الثانيه الثالثه. انا كنفهم هذه في الالكترونيك راه بحر، فهمتوني؟ اختاريت يعني بحال هذه ساب دومينز، يعني دومينات يعني ثانويه تحت الدومين الكبير. راه الالكترونيك بحر. كتاخذ مثلا تريتمون سينيال، مثلا كنقولوا تريتمون سينيال دومين، كتاخذ مثلا اناليز مثلا ديال لي سينيور حاجه. المهم كاين بزاف. مشيت خديت واحد 2 لي دومين 3. الكريبتاج مثلا، انا كان التخصص ديالي الدكتوراه ديالي في الكريبتاج مثلا. انا ديك الدكتوراه مثلا ما عندي ما ندير بها، مثلا ما لقيت ما ندير بها، دفعت بها سميتو كنتسنى ما خدام والو. الوغ قلت كاع انا فاهم هادشي الكريبتاج، كنعرف شي تخربيق فيه، اجي نشوف شي حاجه عندها علاقه بالكريبتاج ونشوف الا كاين كيفاش ندخل بها صريف. وفعلا كانت هذه هي الانطلاقه. مشيت بديت كنبحث في الانترنت، بقيت كنقلب دازت واحد المده ما كاملاش تقريبا، المهم نقولوا واحد 7 شهور ولا هذا. في رحله البناء انت راه كتبني في المهارات. شوف الهويه ديالك، ولكن في نفس الوقت انت كتقلب على مهارات مرتبطه بداك الشيء اللي كتفهم فيه باش تقدر توصل. ربطت المهارات ديالي ديال التجاره، لانني كنت كنفرش يعني في الاسواق، كنبيع ونشري في السوق. الدكتوراه كتمشي تفرشها باش تفهموا الدراري. راه عندك الدكتوراه ودير فراشة في السوق، كتبيع وتشري البياس والتخربيق باش تفهموا. ومع ذلك ماشي كتحشم من هذا الشيء ولا هذا، وانا كنت اكثر واحد كيحشم. ما كنتش نرضى انني نوقف ندير فراشة نبيع في السوق، ما رضاش. علاش؟ كيفاش تا دكتور كيفاش هذه. هنا فين غترجع للمرحله اللي قلت لكم، انك خاصك تصارح راسك، خاصك تبني داك الوعي الذاتي ديالك والاعتراف بالحال. كما هضرنا على المرحله الصفريه، كتعترف براسك بانه هادشي خصو يحيد، هادشي ما نافعنيش، غنصبر غنتمرمد. انا هكا صافي. انا عندك زيرو ديرهم بلا ما دير رجل فوق رجل في القهوه وتبدا تفتي على الناس. تفهمنا باش نتفاهم؟ اذا شوف داكشي اللي عنده علاقه بالدومين ديالك، طور المهارات والمهارات اللي عندها علاقه بهذاك الدومين، وحاول تقاد الامور ديالك، تعلم ممارسات اي مهاره، تواصل، القياده، حل المشكلات. كما قلنا تزيد عليهم داكشي اللي تعلمتي ديال التحليل وما الى ذلك باش تعرف كيفاش تزيد واحد الخطوه لقدام وتطور من راسك. المساله الاخيره او الدرجه الرابعه او الخامسه، التاثير والرساله. وهذا الشيء هو اللي كنحاول ندير انا من خلال هذه الفيديوهات. هذه المرحله هذه ملي غتوصل ليها وغتضبط المراحل الاخرين، خاصك تخدم على واحد المشروع اللي كيخدم الناس.
كيفاش كيخدم الناس. خاصك تاخذ واحد الهدف حتى هو غادي تزيدو على المرحله ديال القيم اللي درناها هي المرحله الثانيه. هاد المرحله الرابعه او الاخيره يعني مستوحاه من المرحله الثانيه. خاصني نخلي واحد التاثير، خاصني ندير واحد الرساله، خاص يكون عندي واحد الهدف. من بعد ما الحمد لله كتبدا كتعمل الامور الماديه ديالك، كتبدا خدام عليها، كتبدا توجهاتك الحياه من غاديه في يعني في واحد ليطا مزيانه. خاصك تخدم على مشروع اللي كيعاون الناس، وهذا هو الهدف من هاد الفيديوهات. وكذلك انت غتوصل ان شاء الله للمرحله هذه غادي تحدد واحد الرساله. انا خاصني ندير واحد الدور بيني وبين الله وبيني وبين نفسي. شنو هو؟ مثلا نخدم على مثلا كل عام نزرع مثلا 20 شجره مثلا. هذا مثلا هاد البارتي هذه كنت عليها انا نيت. كل عام كنزرع مثلا 10 15 20 شجره. المهم المينيموم نزرع 10 شجرات. هذا هدف كنت درتو، فهمتي؟ يعني تقريبا دابا 6 سنين 7 سنين دابا راه المينيموم كاينه واحد 1000 شجره ولا هذا، بمساعده ناس اخرين. سبحان الله كيسخر لك الله الناس، جمعيات. سخر لنا الله واحد السيده مثلا كتحفر البيار. قادينا شحال من حاجه بهذا الهدف هذا، هذا التاثير وهذه الرساله. وتمشي وتشوف الاشجار اللي درنا وكيفاش 7 سنين دابا قداش ولاو، كيفاش عمرو سكنوا فيهم العصافير، كيفاش ولا التحت ديالهم كتلقى الماء وكتلقى الخضوره والجو زوين في منطقه كانت نائيه. هاد الحوايج هادي اثار غادي نموتوا حنا وغادي نخليوه، وغادي يبقى هذاك الاثار، غيبقاو هذوك الشجار، غيبقاو هذوك القوابع ولا الطيور اللي عايشين فيهم كيدعيو معاك في كل وقت. وغيبقى هذاك النمل اللي ساكن تحت ديك الشجره ودوك الحشرات اللي تحت الشجره ومضلين بها كيدعيو معاك. كل ما شربوا من هذاك الماء اللي كتسقى به ديك الشجره غيدعيو معاك، غيدعيو مع الناس اللي حفروا معاك البير، غيدعيو مع الناس اللي حفروا معاك هذيك الحفره، غيدعيو مع السيد اللي فكر في ديك الفكره. هادشي كله كيفرش لك انت ليك وولادك ولحياتك امور فيها الخير لقدام، وكيقاد لك الواقع ديالك. شي الواقع ديالك الا كان خايب هكا باش كيتغير للاحسن. وهذا هو التاثير ديال الرساله. ديما خاص تكون عندك بينك وبين نفسك رساله. ما شغلكش الناس يقول لك كيخربق كيدير، ما شغلكش سير خذ واحد الفكره وخليها حتى هي رساله يستافدوا منها شي وحدين من بعدك. الله يجعل ما يكونش بشر، يستافدوا منها حيوانات، يستافدوا منها طيور. والله العظيم الا كنجي شي مناطق كيقولوا انقرضت فيها الارنب وانقرضت فيها بزاف مثلا الثعلب ما بقاش ولا هذه، والله العظيم شوف الله يصدرنا فيها الحمد لله شجار ودرنا فيها سميتو، ولات كتجي الارنب كتجي الثعلب كتجي كيشربوا من هذاك الماء وكيمشيو. هذا هو الرساله. اخر حاجه اللي نوصي عليها هو هذا الامر هذا. كيعاون، وهذه الرساله كتعاونك تتلاقى مع ناس، كتبني علاقات، كتواجد، كتولي اجتماعيا محرك. خرج من هذيك الزون. انا كنت اخر حاجه كنديرها هي هذا العمل مثلا الجمعوي ولا ندير ما كنتش كنحملو، ما عنديش جمعيه، وتا دابا كنديرو ولكن ماشي بصفه رسميه زعما عندي جمعيه ولا لا. كنجي كنتلاقى مع ناس باغيين يخدموا. شوفوا الدراري غنديروا واحد 20 شجره هنا، غنحفروا واحد البير هنا، واحد الارامل كاينين، غادي نقادوا لهم واحد السكنه، غنقادوا لهم واحد السقف. شي بحال داكشي اللي كيدير داك الولد في اليوتيوب مع فيسبوك يحر ولا شي حاجه في الفيسبوك، شي حوايج بحال هكاك ولكن صغار وبلا تصوير بلا فيديو بلا والو. الحمد لله وغادي الامور مزيان. انا نوصيك على هذه الجهه. المهم غنلخص لكم الاخوان في الاخر ونتمنى تكونوا تبعتوا الفيديو حتى الاخر. انا نعطيك خلاصه الحوايج اللي غتمنعك باش تولي ذاتك هي انك تعيش في دور الضحيه، انك تقارن نفسك بالاخرين، انك ما مخططش وما بقاتش الهويه ديالك، ما حطيتش الهويه ديالك انت شكون بينك وبين نفسك. ومساله اخرى انك دير التسويف والتبرير، كتبقى تعطي مبررات راسك باش ما ديرش الحاجه. والبيئه المحبطه والغير محفزه، هاد الحوايج اعتبرهم خلاصه ديال الكلام اللي قلناه كامل. حاول تفاداهم وخدم بهاد الافكار، والله يسهل على اي واحد. واللي عجبو المحتوى ولا عجبو الموضوع يشاركوا ويبارطاجي ويستافدوا. وسيرتو الا كنتو صغار مني في لاج مزيان تستافدوا، لانني دزت من هاد الحوايج هادي وكنعطي الخلاصه لشي حوايج مهمه. نتمنى لو كان اللي يوريها ليا. مي الحمد لله توكلوا على الله الدراري، تبارك الله عليكم.